يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ب3 أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يوما. فيجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 300,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 2 ولا تجاوز 5 سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون.